بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الكلاسيكو ريال هيكسب الكلاسيكو بنسبة 90%، وخدها مني انا راجل برشلوني. اول نقطة غياب رافينيا، الراجل المؤثر اللي قدامك دوت اكتر لعيب بيضغط في منظومة هانز فليك، وهو اللي بيشجع اللعيبة على الضغط، فبالتالي راشفورد اصلا بدون الكرة اللي هيلعب مكانه صفر. ادي واحد. اثنين، تصريحات لامين يامال المستفزة اللي ضربت جدران ريال مدريد، وكل اللعيبه بقت متحفزه ضده. ممكن يا يطلع بقى يعني يطلع هو اجمد منهم بكتير ويطلع عامل عليهم سبوت لايت ان هو اللعيب الجامد الفشيخ اللي قاله عمل، يا اما هيكسروه وهيودوه المستشفى، واولهم فالفيردي. يعني لعيبه ريال مدريد ما بتتفهمش لما حد بيعمل معاهم كده. ادي تاني حاجه. تالت حاجه، الراجل اللي قدامك ده وهو عنيد، وكلنا عارفين ان هانز ديتر فليك هينزل يلعب باسلوبه وبنفس طريقته، ونفس طريقته دي هي اللي هتغرقه، لان احنا عندنا ضعف في الافراد والمنظومه في قلوب الدفاع. فانا بقول لك الريال على الثلاث اسباب اللي فاتوا دول هو بنسبه كبيره كسبان. في بقى سبب اخير ومهم، اخير وبالنسبه لي هو مهم، هو سوتو جرادو. وكل مشجع برشلونه عارف مين هو سوتو جرادو، اللي في 2000 اللي في الكلاسيكو الاخير دي لغى جول لامين يامال، الكوره كانت معديه الخط وحسب بلانتي من وحي خياله. فكده